السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعافية. إذا أول مرة بتشوفوا القناة بتاعتي، أنا رزاز محمد، أهلا ومرحبا بكم. فيديو اليوم إن شاء الله هنعمل بخور الصندل السائل ببودرة الصندل بودرة الصندل بخور جميل جدا 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 ورهيب شديد. لو جربتوه إن شاء الله ما هتستغنوا منه تاني خالص. طيب، أول حاجة بنحتاج لبودرة بتاع الصندل تكون أصلية وتكون سمحة. أنا هعمل في البرطمانية دي أو في أي حاجة أنت ممكن تعملي فيها وتحفظيها. نشوف الخطوات بتاعتنا. طيب، أول خطوة بتاعها هنعملها، نجيب البودرة بتاعتنا حقت الصندل نحطها في البرطمانية اللي عايزين نعمل فيها البخور زي ما انتوا شايفين. طبعا ريحة الصندل رهيبة 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 شديد. نكب الكمية اللي احنا عايزين نعمل فيها البخور. بعد ذاك بنكون مجهزين معانا الصندلية المطبوخة. قبل كده عملتها معاكم في القناة. بنطبخ الصندلية، بنعمل سكر عليه شوية بتاعت موية بتاعت قرنفل وموية بتاعت محلب، بنكون بالينهم مدة بتاعت ليلة كاملة أو ممكن يومين يكونوا مبلولات. بعد ذاك بتجي بتكبيهم فوق السكر وبتخليهم لحد ما المويه بتاعتهم تتشرب تماما. السكر ريحته بتكون رهيبه 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 شديد. بعد ذاك بتجي تضيفي عليهم المسك وبتضيفي عليهم الصندليه وبتقفليهم. زي ما قلت لكم الصندليه المطبوخه دي بس بنعمل فيها البخور. الصندليه اللي بتكون مطبوخه اول حاجه بتسهل عليك الشغل بتاعك. والريحه بتاعتها بتتعتق سبحان الله. حتى الريحه بتاعتها بتكون اجمل من ما انك تكبيها على طول في البخور بتاعك. طريقه الفيديو بتاعها انا هخلي لكم في صندوق الوصف لو حبيتوا انكم ترجعوا له. بعد ما ضفنا الصندليه ضفنا الاسم شنو ده الصندليه المطبوخه. بعد ذاك هنحرك البخور بتاعنا زي ما انتوا شايفين. هنحرك البودرة بتاعت الصندل مع الصندلية المطبوخة. بعد ذاك بتشوفي القوام بتاعها حسب القوام اللي انت عايزاه. الناس اللي بتسألني البودرة بتاعت الصندل او الحاجات السودانية دي انا بلقاها بتلقوها محلات السودانيين، العطارات بتاعت السودانيين، او بتلقوها مثلا عند اخواننا السودانيين اللي بيجيبوا بضاعة، او بتلقوها عند النسوان السودانيات. شايفين ده القوام بتاعها. بعد ذاك هنضيف عليها شوية من العطور وبتتعتق اكتر. خلطنا البخور بتاعنا حق الصندل. بعد ذاك بس هنضيف له خمرة بتاع الضفرة شوية. شايفين هنضيف له خمرة بتاع الضفرة مقدار بتاع ملعقتين ونرجع نحركهم. طبعا في المرحلة دي تاني ما بتحتاج لانك تضيفي لها مسك، لا تضيفي لها صندلية، ما تضيفي لها اي حاجة. الريحة بتاعتها ما شاء الله تبارك الله، ريحتها جميلة شديد. بتكفليها بتخليها مدة بتاعت يومين وبتجي بتلقي الريحة بتاعت البخور بقى رهيب 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 شديد وتستخدميه طوالي. هقفله مدة بتاعت يومين. بعد ذاك هاجي او اجرب لكم ونشوف الريحة بتاعته. شايفين؟ وطبعا دي صندل بودرة بتاعت صندل بتقعد معاكي فترة من الزمن. بتشيلي بس بطرف الملعقة بتبخر ليكي وريحة البيت بتكون جميلة جميلة شديد. وحتى ممكن تبخر بيها الملابس بتاعتك. ريحته رهيبة شديد.
البخور بتاعك تيجي كل صباح تحركيه يمين وشمال عشان المكونات بتاعتك ما تتسوى تتجمد ويختلط البخور كله مع بعض. طيب يا حلوين، البخور بتاعنا بعد ما خليناه مدة بتاعت يومين يتعتك، فهنيجي نجربه معاكم. ما شاء الله تبارك الله، ريحته بقت جميلة جميلة شديد. يا ريت لو تقدر تشموها معاي. ولحد هنا بتمنى الفيديو ينال اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل فيديو جديد بنزله.